ለምንድነው መበሳጨት የሚያስፈልገው? አፍያ ከሰጠው ነገር አለ والله الله عافية كنتك يفلق نجر بيصدق أتتسدد يعني ستبلا لي تعفته ستتا لي تعفته ستلبس لي أمرب سويت لي ودني لا قرب ميشلون والله عافية سيرو ستامتينيا سويت ولا سوسكن من تملال سولي بيقول شلالو كذاب على ما له فايدة وذاك عافية كسب من الله زمان النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية الله سبحانه وتعالى سلامون الناس إنما لما ملالساتو طيبوا لمن አንድም ሰው ከየቂም በኋላ ከእምነት በኋላ ከእስልምና ከኢማን በኋላ ትልቅ የሆነ መልካም የሆነ ነገር አልተሰጠም ከጤና የበለጠ ነብዩ አለይሂ ሰላም ከእስልምና በኋላ ትልቅ አፊያ ተብሎ የሚቆጠረው ትልቁ ጸጋ አፊያ ጤና ነው። ጤና ውበትህ ነው። ወላሂ ባይኖርህም ውሃ ጠጥተህ ብትተኛም عافية سكالة رسول ነገር አለ ቢሊየን ኖሮ ግን አፊያ ብታጣ ሁሉ ነገር አጣል ያለ ነው። ስለዚህ አትበሳጭ። አልহামዱሊላህ ስራም ሳይኖር የምንም ባህር ሁሌም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመስጋኝ መሆን አለበት። ስለዚህ ሳሊ ምንድነው ያለው ለልጃቸው سلم دينك وجسمك ومالك وإيالك فأكثر الشكر لله تعالى الله بدينك اسكال فانتندرس بدينا اسكال فانتندرس يسته النجر وستو مالن اسكال نسياني اسكال وسدبدرس بسته بيتسس اسكال فانتندرس الله من نفسك تلو فتنا توقعلاج بدي مفتن بدي تفتنا تفتنا لما الحمد ስለዚህ አሁን የምናየው ነገር ልክ አላህ ማለት ነው ምንም አይነት ጸጋ ስትመሰው ስለበሳችን ራሳችንን ስንበላ ራሳችንን ስንወቅስ